السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. موضوع اليوم فيما يخص الغراب. بدنا نقوم اليوم بقص أظافر الغراب أسوة ببقية الطيور الأليفة اللي بتعتاد إنك تتعامل معاها مثل الببغاء أو غيره. فسبحان الله الأغلب هي الطيور فيها يعني أظافر تكون حادة كل فترة، فممكن تأذي جلد اليد أو الوجه أو الرأس لما الطائر يقع عليها أو يقف عليها. فبدنا اليوم نقوم بقص أظافر الغراب كما بتشاهدوا، يعني الأظافر مدببة كثير. فبدنا نقوم إن شاء الله في قص الإظفار بطريقة إن شاء الله وما نأذي الطير، وتكون طريقة صحيحة إن شاء الله. طبعا إخواني الموضوع معروف تقريبا، كل الطيور تشترك في نفس الفكرة. الإظفر بيكون فيه داخله شريان من الدم، يفضل أو يعني نكون حذرين في قص الإظفر وما نتعدى المكان اللي يصل إلى الشريان الموجود في الإظفر. إخواني يكفي إنه بس تشيل الإبرة المدببة تاعت الإظفر تقريبا 2 ميلي. تابعوا معانا، شايفين كيف؟ بسم الله، شايفين يا دوب أول 2 ميلي، هاي كفاية. هاي شايفين، هاي بكفي انه لما يجي الطير عليك او يقف على ايدك ما بيجرحك وما بيأذيك، خاصة اذا كانت هاي الطيور الاطفال بتعاملوا معاها. هاي شايفين نقص الاظفار الثاني، بسم الله. خلينا نوضح بالضبط مزبوط كيف. هاي شايف، هاي الابرة شايفين امامكم، يا دوب. شايفين اخواني عندكم هذا الاظفر طويل. كان يفلت الطير هيك يا اخوان، يعني مبين العملية مش صعبة ان شاء الله. هاي قصينا المجموعة هذه، وهي كمان الاظفر هذا اللي ضايل. طلع بدي هاي قصينا المجموعة الأولى، ضايل الاظفر الجهة الثانية، في ضايل منه تقريبا 1 أول 2 ميلي بكفي. هيك تقريبا اخواني ضايل الإصبع هذا أو الإظفر هذا، وبنختم قص أظافر الغراب إن شاء الله بنجاح. هاي شايفينه أمامكم، هاي بالتصوير واضح. يا دوب بس أول 2 ميلي إخواني بكفي، كل فترة بتقدر تقصه. إلا أنه إذا بتبالغ في قص الملقاء الإظفر ممكن ينزل دم. هاي بناخذ شوي كمان منه هذا لأنه طويل شوية. هيك تمام. هيك الأظافر إن شاء الله كلها سليمة وما في مشاكل فيها. وهي الطير صاحبنا ما شاء الله عنه، تعال، ما في أي إشي. يعني حتى لما تيجي تمسكه عادة الغراب بيغرز أظافره في الإصبع، لما أجي بدي أمسكه طبيعته شوي قاسية. يعني الغراب زي زي المينا الهندي برضو أظافره حادة. وهيك بنختم الحلقة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو آخر.